السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنكمل كلامنا عن الموضوع اللي اتكلمنا فيه في الفيديو الأخير، فخليكم معانا. أنا أحمد السيد، مهندس معماري من سكوير ديزاين. كنا اتكلمنا في الفيديو السابق عن تقسيم أرض مساحتها 120 متر، كنا وصلنا لتصور مبدئي للتصميم. في الفيديو ده هنبدأ نفصل كل فراغ ونعرف ازاي نختار المساحة المناسبة للفراغ ده كده الشكل اللي وقفنا عليه المرة اللي فاتت. زي ما بدأنا المرة اللي فاتت بالسلم، هنبدأ برضو الفيديو ده بالسلم ان شاء الله. واللي ما شافش الفيديو اللي فات هسيب لك اللينك بتاعه في الوصف، لازم تشوفه. طيب عشان حضرتك تعرف الفراغ اللي انت عملته ده مظبوط ولا لا، عندك شرطين أساسيين لازم تكون محققهم الأول. أول شرط معانا إن الفراغ بتاعك يكون مطابق للمواصفات وشروط البناء اللي بتفرضها الهيئات الهندسية في البلد بتاعتك. وتاني شرط معانا، وهو ده المهم بالنسبة لي، إن الفراغ تعرف تفرشه مظبوط بدون مشاكل. يعني كل فراغ تعمله لفرش معين، المفروض لما تحط الفرش بتاعك الدنيا تكون تمام معاك. لو ما حققتش أي شرط من الشروط دي اعرف إن أنت شغال غلط. طيب ده كده السلم كنا عملنا مساحته 3 متر في 5 متر. ليه عملنا المساحة كده؟ عشان نرد على السؤال ده لازم نفهم الشرط الأولاني اللي أنا ذكرته من شوية، وهو الالتزام بالشروط والمواصفات البنائية. يعني إيه برضه؟ بص معايا كده الجدول ده صورة من الكتاب اللي فيه الشروط البنائية، والكتاب ده المفروض الدولة بتنزله عشان الجميع يلتزم بيه، وتكون فيه محددات معينة مفيش حد يتنازل عنها. وبدون الالتزام بالشروط دي حضرتك مستحيل تعمل رخصة البناء الخاصة بالأرض بتاعتك، وهترجع تعيد التصميم بتاعك عشان تحقق الشروط دي. طيب احنا دلوقتي لو بنتكلم على السلم، تعال نشوف شروط السلم ايه. أول شرط معانا بيقولك الطول الظاهر للدرجة المفروض يكون 110 سنتي. لو عندك عدد الوحدات بالدور 4 وحدات، يعني 4 وحدات أو أقل، فأنت تعمل طول الظاهر للدرجة 110 سم. طب لو عندك أكتر من 4 وحدات، يبقى أنت تعمل الطول الظاهر للسلم 130 سم. يعني إيه الكلام ده؟ ده شكل ثلاثي الأبعاد للسلم. حضرتك لو جيت تبص عليه بيتقسم من الدرجات، درجة فوق درجة وهكذا. طيب أول شرط معانا بيقول لك الطول الظاهر للدرجة دي المفروض لا يقل عن 110 سم. يعني ايه طول الظاهر؟ يعني حضرتك من الدرابزين للدرابزين لو جيت تمسك المتر المفروض الطول الظاهر بتاعها ما يقلش عن 110 سم. طيب ده اول شرط معانا. تاني شرط معانا بيقول لك ايه؟ النايمة لا تقل عن 27 سم والقايمة لا تزيد عن 17 سم. معنى الكلام ده ايه؟ لو جيت مسكت ده اول درجة دي مثلا هتلاقيها بتتكون من حاجتين، الجزء الرأسي ده والجزء الأفقي. الجزء الرأسي ده بيقول لك لا يزيد عن 17 سم، والجزء الأفقي ده لا يقل عن 27 سم. الجزء الرأسي ده اسمه القايم بتاع الدرجة، والجزء الأفقي ده اسمه النايمة بتاعت الدرجة. ايه اللي بيقول لنا الكلام ده؟ بيقول لنا الكلام ده القانون. انت لو جيت تعمل الرسمة بتاعتك وما طبقتش فيها اي شرط من الشروط دي هتلاقي الدنيا معاك مش ماشيه في الرخصه نهائي. الناس اللي بتراجع الرسمه بتاعتك مش هتمشي لك الرخصه بتاعتك. ايه الشرط الثاني معانا؟ بيقول لك الحد الاقصى لعدد الدرجات المتواليه، يعني العدد الدرجات اللي ورا بعضيها لا يزيد عن 14 درجة. ولو هتعمل 14 درجة وعايز تكمل لازم تعمل حاجة اسمها صدفة. الكلام ده هنفهمه ازاي؟ نيجي نمسك الشكل بتاعنا. حضرتك الدرجات اللي انت ماشيها اللي فوق بعضيها دي بتكون لي مع بعضيها حاجة اسمها القلبة بتاعت السلم. يبقى انت عندك هنا قلبة وقصادها الناحية التانية قلبة التانية، ما بينهم الجزء اللي هو المسطح ده، ما بينهم ده اسمه الصدفة. يبقى الصدفة هي الجزء اللي بين القلبتين. طب والجزء اللي هنا اللي بيدخلنا على الشقة ده اسمه البسطة. يبقى عندي قلبة، صدفة، قلبة، بسطة. تمام. ايه بقى اللي نستفاده من الكلام ده؟ بيقول لك عدد الدرجات المتتالية اللي ورا بعضيها دي المفروض لا تزيد عن 14 درجة. ولو هتعمل 14 درجة خلاص وعايز تكمل لازم تعمل حاجة اللي هي اسمها الصدفة. يعني لازم تعمل جزء الناس تستريح عليه الأول عشان تبدأ تكمل الدرجات بعد كده. خلاص احنا برضو يعتبر الشرط ده معانا ان شاء الله. الشرط الرابع معانا في السلم ايه؟ بيقول لك اقل ارتفاع للكوبيستا 90 سم. يعني ايه الكوبيستا؟ الكوبيستا اللي هو الدرابزين بتاع السلم، باللغه الدرجه الدرابزين بتاع السلم. الارتفاع بتاعه من على الدرجه من اسفل نقطه هنا لاعلى نقطه ليه المفروض لا تقل عن 90 درجه، وده طبعا عشان الامان وكده. طيب نيجي نطبق بقى الكلام ده على الشكل بتاعنا واحده واحده كده. هنا عندي الدرجه طول الظاهر بتاعها 140 سم، وهنا 140 سم، وما بينهم الجزء الفراغ ده اسمه فانوس السلم 20 سم. طيب يبقى احنا كده الحمد لله محققين اول شرط معانا اللي هو اللي يزيد عن 110 سم. تاني شرط معانا اللي هو بيقول لك النايمه والقايمه. احنا لو جينا نقيس النايمه دي هنلاقيها 30 سم، تمام.
والقايمه هتلاقيها 15 سم. وده انا عايز اقول لك التصميم المثالي لاي سلم بتعمله. دايما اعمل السلم بتاعك ارتفاعه 15، عايز تزود خليه 16، اوعى توصل ل 17. والقايمه بتاعتك خليها دايما 30 31، عايز تقلل خليها 28 29، اوعى توصل ل 27. يبقى هو بيحط لك الحدود الدنيا دي عشان ما تتخطاهاش. انما انت لو عرفت تزود عنها زود براحتك طبعا، ده هيكون افضل ليك. زي الدرجه هنا، الدرجه هنا عملناها 140. طيب هل معنى كده ان احنا لو عملناها 120 غلط؟ لا. لو عملناها 110 غلط؟ لا. ده كله صح طبعا، بس احنا عاملينها 140 لسبب ما، ان حضرتك لما تيجي تعمل الدرابزين في الغالب الدرابزين معانا بياخد يعني حوالي بالمحاره بتاعته كله بياخد 15 سم. لو جيت تشيل ال 15 من 140 هتلاقيها الصافي الدرجه بتاعتك 125 سم، وده معقول. والله هيجي واحد يقول لي لا انا الكلام ده كله برضو انا شايفه اوفر ومش وانا عايز التزم بالمواصفات بالظبط، وعايز السلم بتاعي يكون 100 و 110 سم بالظبط، واستفاد من المساحه اللي هتوفرها لي من السلم ده في حاجه تانية في داخليه في الشقه بتاعتي، مثلا الحمام او اي حاجه. هقول لك والله مفيش مشكله وفي وجهه نظر في الموضوع. فاحنا لو جينا مثلا هنا صغرنا المسافه دي، خليناها بدل ما هي 140 خليناها 110، والمسافه دي خليناها 110 برضو، وفانوس السلم هنسيبه زي ما هو لان ليه فوائد برضو ممكن نستفاد منها. لو عايزين نمحر مثلا كوبيستا ولا حاجه مفيش مشكله. لو بيدخل لي اناره، بيدخل لي هواء، بيعمل لي نفس للسلم كويس، فوجوده مهم جدا. طيب حضرتك بقى انت قلت لي لما نيجي نعمل الدرابزين دي بقت 110 بالظبط، لما نيجي نعمل الدرابزين مش ده هياخد من الطول الظاهر للدرجه؟ والله مش شرط. حضرتك ممكن تعمل الدرابزين بدل ما تعمله حيطه كده كامله عاديه، لا ممكن تعمله حديد، ممكن تعمله ازاز، ممكن تعمله ألموتال، ممكن تعمله كذا حاجه بحيث ان هي تبقى ما تاخدش من المساحه من السلم بتاعك، فليها كذا حل ادام احنا مضطرين لحاجه زي كده. وبالفعل عندنا الحمام بقى زاد معانا. طيب يبقى احنا كده الحمد لله السلم خلاص صممناه بطريقه مطابقه للمواصفات. السلم ما فيهوش فرش، عشان كده مش هنتكلم على الشرط الثاني وهو الفرش، احنا بس ايه بنطبق الابعاد بتاعه السلم معانا. وندخل في الفراغ الثاني على طول بعد منه، زي ما المره اللي فاتت ما بدانا بالسلم والحمام هنتكلم برضو المره دي على الحمام. الحمام لو جينا نتكلم على اول شرط لازم نفتح الجدول معانا، والصوره دي متاخده من كتاب شروط البناء في مصر. لو جينا نتكلم على الحمام احنا عندنا فيه خلي بالك دوره ميه، وفي عندنا الحمام ده الحمام الرئيسي بتاع الشقه، اما دوره الميه دي بتبقى بتاعه الضيوف ليها استخدامات تانية يعني. لو جينا نبص على شروط الحمام بيقول لك ايه؟ الحد الادنى للمسطح الداخلي، يعني المساحه الداخليه للحمام المفروض المجموع بتاعها لا يقل عن 150 سم متر مربع، والحد الادنى للبعد 120 سم. يعني ايه الحد الادنى؟ يعني طول اقل ضلع في الحمام المفروض لا يقل عن 120 سم، والمساحه بتاعه الحمام الاجماليه المفروض لا تقل عن متر ونص او 150 سم مربع. طيب الكلام ده لو جينا نطبقه هنا هنلاقي عندنا اقل طول ضلع 2 متر 80 اللي هو يعتبر بالنسبه لل 120 يعتبر الضعف والزياده، فاحنا كده الحمد لله محققين الشروط دي معانا. طيب الشرط الثاني اللي انا قلت لك عليه قبل كده لو تفتكر اللي هو الفرش من الحمام بالنظره كده العامه، انا مش هفرش دلوقتي يعني ان شاء الله هنخلي الفرش بعدين، بس بنظره عامه كده الحمام الفرش بتاعه يعتبر معقول جدا، وده من الخبره يعني 2 متر 80 في 3 متر ونص يعني جيد جدا بالنسبه لمساحه حمام. طب خلاص كده الحمام يعني تمام؟ لا، الحمام فيه مشكله مقابلانا دلوقتي ما اتكلمناش عنها، وهي التهوية. في قاعدة عندنا في شروط البناء إن أي فراغ لازم يكون له تهوية. يعني إيه تهوية؟ يعني لازم يكون فيه شباك أو بلكونة أو باب أو أي حاجة مفتوحة على فراغ خارجي. الفراغ ده ممكن يكون شارع، ممكن يكون فناء كبير، ممكن يكون منور، ممكن يكون أي حاجة بحيث إن هي تدخل لي إنارة وتدخل لي تهوية أو هواء للأوضة. بدون الشرط ده برضو أنت حضرتك هيكون عندك مشكلة ومش هتعرف تعمل الرخصة. حل المشكلة دي إن إحنا نعمل للحمام ده منور. ما قدامنيش انا عندي هنا جار خلاص، انا وعندي هنا فراغ وعندي هنا فراغ، فانا ما قداميش حل تاني غير ان انا اخلق منور. المنور ده ممكن اعمله هنا، ممكن اعمله في السلم، واخد السلم ده اطوله مثلا وادخله في الصاله، وده الحل الصعب. وممكن اعمل المنور في الحمام نفسه، يعني استقطع جزء من الحمام واعمله المنور بتاعه، وده الحل الاسهل واللي احنا نقدر نتعامل معاه. طيب هنعمل حاجه زي كده ازاي؟ هنبني مثلا حيطه، هنيجي نبني مثلا حيطه هنا، والحيطه دي خلاص كده احنا ايه اخدنا الفراغ ده من الحمام،
وبقى الحمام صغر شوية معايا، بس برضو حلينا مشكلة التهوية. والفراغ ده صغير مثلا هنشوف برضو لو نعرف نتعامل معاه ونكبره بعد كده، ما عندناش مشكلة. بس بصورة عامة هو مطابق معايا للشروط اللي هو بيقول لك 120. احنا برضو لغاية دلوقتي اقل ضلع 2 متر 40، فاحنا تعتبر برضو ايه في الامان يعني. اول منور معانا عرضه مثلا متر، فده يعتبر برضو معقول جدا دلوقتي. طيب المنور اللي احنا عملناه ده هل ليه اشتراطات؟ طبعا المنور ليه اشتراطات، واشتراطات مهمه جدا، ويعتبر من الحاجات الاساسيه اللي دايما بتعمل مشاكل في الرخصه. يعني بيني وبينكم كده محدش في الغالب بيعمل المنور طبقا للرخصه. يعني الحاجه الوحيده او طبقا للاشتراطات، الحاجه الوحيده في الشقه بتاعتك كلها اللي انت في الغالب لما تيجي تبنيها مش هتعملها مطابقه للاشتراطات هي المنور. لان انت عشان تعمله مطابق للمواصفات بتاخد مساحه كبيره جدا زي ما هنشوف في الجدول بتاع المنور دلوقتي. طيب ده كده جدول الخاص بالفناء. الصورتين دول الفناء بيتقسم معانا لنوعين: فناء خدمي وفناء سكني. الفناء الخدمي اللي بيبقى على الحمام والمطبخ والسلم وهكذا للفراغات الخدمية. أما الفناء السكني زي ده بكل الغرف السكنية والمكاتب والصالة والحاجات السكنية التانية. طيب ايه هي شروط الفناء الخدمي؟ شروط الفناء الخدمي بيقول لك ايه: الحد الادنى لطول ضلع الفناء لاقل ضلع فيه 2 متر ونص. لو جينا رسمناه كده خارجيا يعني كده لوحده كده، يبقى احنا عملنا طول الضلع ده 2 متر ونص، وده الحد الادنى. ده اول شرط في الفناء الخدمي. ما بنتكلمش على الفناء السكني، السكني ليه مواصفات تانية. الخدمي بيقول لي اقل ضلع فيه 2 متر ونص. طيب ايه الشرط الثاني؟ بيقول لك الحد الادنى لمسطح الفناء، يعني لمساحه الفناء، يساوي 7 متر ونص او 10 متر ونص او 12 متر ونص. كل واحده من دي لها حاله خاصه بيها، حضرتك ممكن تشوفها بعدين، بس انا هتكلم على 7 متر ونص دلوقتي. يعني ايه المساحه بتاعته؟ المفروض ما تقلش عن 7 متر ونص. يعني بالبلدي كده ان طول الضلع الثاني ده المفروض يكون 3 متر، بحيث ان انا لو جيت اقيس المساحه دي 2 متر ونص في 3 متر هتلاقي كونت لي مساحه 7 متر ونص. كده احنا حققنا مسطح الفناء اللي المطلوب في المواصفات. طيب لو جينا نزوم كده بعيد كده ونبص على المساحة دي كلها عاملة ازاي معانا، حضرتك انت لو هتيجي تعمل الفناء ده بالمساحة دي انت كده ضيعت لي معلش اقل حاجة حمام والفناء. يعني هو الحمام والفناء اصلا واخد مساحة الفناء، فهتيجي تطبق الكلام ده على المساحة عندك، يبقى انت كده هدرت مساحة كبيرة جدا، وهتكتشف في الاخر ان الموضوع هيكون صعب تحقيقه، فهتضطر ان انت تعمل منور صغير كده زي ما احنا بنعمله. طيب الكلام ده مطابق للمواصفات؟ لا طبعا، مش هتعرف تعمل الرخصة على الكلام ده، لازم تعمله بالطريقة اللي احنا رسمناها فوق دي، لان هي دي الطريقة السليمة واللي على اساسها هتاخد الرخصة بتاعتك. فالكلام ده المفروض انت بتحققه هنا وبتكمل شغلك عليه. انا بقول لك على الشروط بس عشان تبقى فاهمها، بس انا اهم حاجة الحاجة اللي هتتبني واللي انت هتعيش فيها بعد كده. الكلام ده ما بيحصلش عشان تبقى عارف، يعني بنسبة 99% الكلام ده ما بيحصلش، وبالذات في البيوت المنفردة دي. ممكن في العمارات والحياة اللي زي كده غصبا عنك تعملها، لان هي بيبقى ليها رقابة معينة. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا عن الحمام وعن السلم وعن المنور. وعايز اقول لكم ان في ميزة تانية من وجود المنور هنا، ان هو بيديني تهوية برضو للسلم، لان السلم من الفراغات اللي بتحتاج تهوية هي كمان، فكده يعتبر المنور في مكان استراتيجي بالنسبة للشقة بتاعتنا. طيب الدور دلوقتي عن المطبخ. زي ما حضرتك شايف المطبخ مساحته معانا كده بصورة مبدئية كده يعتبر مساحته كويسة جدا إن لم تكن كبيرة كمان. يعني هي بالنسبة لمساحة كنسبة وتناسب بالنسبة لمساحة الأرض يعتبر كبيرة. هل هتمشي معانا أو لا ده اللي هنعرفه بناء على باقي الفراغات، بس هي عامة يعني بالنسبة للمساحة دي فهي كمطابقة للمواصفات. لو فتحنا الجدول معانا هنلاقي المطبخ معانا بيقول لك أقل ضلع فيه متر ونص، احنا هنا عندنا 3 متر ونص، يعني تقريبا قدها مرتين ونص. فكمساحة الدنيا تمام، وكتهوية برضو والدنيا تمام. عندنا يعني يعتبر شارع على شارع على طول، وعلى منور برضو لو عايز تعمل على منور هنا، فالدنيا برضو معنا تمام في التهوية. خلاص المطبخ كده تمام. والله هنشوف على حسب المساحات التانية هي اللي هتقرر لنا المطبخ هيبقى تمام ولا لا. طيب ده كده المطبخ معانا. ايه تاني هنتكلم عليه بعد المطبخ؟ معانا 3 اوض النوم. بصورة مبدئية كده لو بصيت على اوض النوم هتحس يعني ايه، انا عندي اوضة نوم اهي تمام مساحتها تمام، بس اوضتين النوم دول بالنظرة كده او بالشكل العام كده تحسهم فيهم مشكلة. المساحة بتاعتهم يعني لو قارناهم بالنسبة للحمام أو المطبخ لا في مشكلة في المساحة بتاعتهم. هنحدد فيه مشكلة ولا مفيش مشكلة ازاي؟ بناء على ايه؟ زي ما اتفقنا بناء على الاشتراطات وبناء على الفرش.
اللي في ايدينا دلوقتي الاشتراطات. لو بصينا على الاشتراطات كده بيقول لك الغرفه السكنيه اللي هي غرفه النوم الحد الادنى للبعد 2 متر ونص، يعني البعد الصغير فيها المفروض لا يقل عن 2 متر ونص. انا عندي هنا 2 متر و40، يعني حتى الاشتراطات اللي المفروض نكون احنا معديينها بصوره كويسه بصوره مريحه، لا ده احنا اقل منها كمان. فكده خلاص احنا عرفنا ان احنا عندنا مشكله، حتى من غير ما نروح للفرش احنا كده عرفنا ان احنا معانا مشكله في المساحه. فهنحاول نحل بقى المساحه ديت ازاي. حضرتك لازم تبقى فاهم حاجه مهمه جدا في التصميم، ان التصميم عامل زي البازل او زي اللغز كده، اللي هو ان انت حضرتك بتعدل في حاجه بتلاقيها بتاثر دايما في الحاجه المحيطه بيها. يعني لو كبرت فراغ او صغرت فراغ لازم تعرف ان التعديل اللي انت بتعمله ده بيأثر على الفراغات المحيطه بيها. فلازم حضرتك تبقى ماسك العصايه من النص، بحيث ان انت ما تظبطش حاجه تلاقي نفسك بوظت حاجه تانية. لا، يعني لازم يكون عندك خلفيه او فكره عامه عن الموضوع اللي انت شغال فيه او التعديل اللي انت بتعمله. هنحل المشكله بتاعت غرف النوم ازاي؟ يا ترى هنحلها ان احنا هنكبرها على حسب الصاله مثلا، ولا على حسب المطبخ، ولا على حسب غرفه النوم الكبيره دي مثلا؟ لا، انا شايف مثلا ان احنا زي ما اتفقنا قبل كده ان المطبخ معانا مساحته يعتبر كبيره او فيها جزء ان احنا نقدر نستقطعه بسهوله من غير ما يأثر على مساحه المطبخ، فاحنا هنشتغل على مطبخ افضل. فاحنا هناخد جزء من المطبخ ونضيفه معانا في غرفة النوم مثلا، وليكن كده مؤقتا بس لغاية لما نشوف الأبعاد هتبقى ماشية معانا ازاي. لو جينا ناخد البعد هنا والبعد ده بتاع المطبخ والنوم، هنلاقي المطبخ معانا بقى 2 متر ونص في 4 متر 30، وغرفة النوم بقت 3 متر 40 في 3 متر 70. بنظرة مبدئية أنا شايف الدنيا تمام. المطبخ ما بوظناش الدنيا فيه، الحمد لله الدنيا شغالة معانا ويعتبر برضو ينفع يتفرش معانا والدنيا برضو كويسة. والنوم وسعناها بصورة كويسة برضو ومطابقة معانا المواصفات، وكفرش كده الدنيا تمام. طيب هيفضل لنا أوضة النوم التانية دي. أوضة النوم التانية دي يعني مفيش مشكلة دايما إن أنت يبقى عندك أوضة نوم صغيرة، لأن أنت ممكن يبقى عندك طفل واحد ولد مثلا أو بنت، فكأوضة مناسبة ليهم لا تشتغل معاهم عادي وتقدر تفرشها بالنسبة لشخص واحد مفيش أي مشكلة. وأيا كان برضو احنا هنكبر، لأن احنا برضو مثلا معانا مساحة إن احنا الحمد لله خدنا جزء كويس، فاحنا ممكن نكبر أوضة النوم دي هي كمان. فممكن برضو ايه نخليها برضو كده مؤقتا. وممكن برضو المطبخ يعتبر لسه كبير معانا شوية، فاحنا ممكن ناخد منه كمان 10 سنتي ولا حاجة. فكده الدنيا بقت افضل شويه. طيب هيفضل لنا غرفه النوم الثالثه. غرفه النوم الثالثه كده بالشكل العام، وعشان برضو تبقى فاهم ان احنا في حاجه اسمها غرفه نوم رئيسيه. يعني ايه غرفه نوم رئيسيه؟ اللي هي بتاعه الاب والام يعني. غرفه النوم الرئيسيه دي بيبقى ليها امتيازات معينه، ان هي بتبقى واخده افضل موقع، بتبقى واخده تقريبا اكبر مساحه. فانا شايف غرفه النوم الرئيسيه دي محققه معانا الشرطين دول او الامتيازين دول، فاحنا كده يعتبر غرف النوم حليناها: المطبخ، الحمام، المنور، السلم. نيجي على الصاله. الصالة معانا يعتبر برضو ما فيهاش أي مشاكل، 6 متر ونص في 4 متر ونص، كويسة جدا. فخلاص كده يعتبر المساحات الداخلية لكل الغرف أو لكل الفراغات الدنيا تمام معاها. طيب هل خلاص كده بقى الحمد لله يعني نطبع ونسلم للعميل؟ لا طبعا، لسه في حاجات كتيرة لازم ناخد بالنا منها. بمعنى ايه؟ حضرتك لو جيت بصيت هنا هتلاقي هنا في فراغ معين كده مهدر. يعني ايه مهدر؟ الفراغ ده يعتبر داخل في طرقة وداخل في صالة، يعني مش هتعرف تستفاد منه، لا هتعرف تفرشه ولا هتعرف تعمل فيه اي حاجة. هو يعتبر مسار حركة بيدخلك لغرف النوم. طيب هل نقدر نسيب الفراغ ده كده؟ لا، ده يعتبر عيب في التصميم بتاعك. الفراغ ده لازم تدخله معاك وتشغله معاك في الفراغات التانية. يعني الحاجة المهدرة دي لازم تدخلها معاك في الفراغات التانية بحيث ان انا اعرف استفاد منه. ايه تاني ممكن برضو ناخد بالنا منه؟ هناخد بالنا ان احنا المطبخ ده المدخل بتاعه، يعني حضرتك لو جيت تدخل المدخل بتاع المطبخ صغير جدا. يعني بمعنى ايه صغير؟ هنشوف برضو البعد بتاعه كام عشان برضو نحكم عليه مظبوط. لو حضرتك يعني 50 سنتي، حضرتك لو جيت تدخل هنا عايز تدخل بالعرض، فطبعا فيها مشكلة. ولو جينا بصينا على الطرقة اللي بتدخلنا لغرف النوم متر و30، متر 30 كبيرة. فاحنا الحاجات دي عايزين نظبطها بحيث ان هي تكون مناسبة للمساحة بتاعتنا. طيب الطرقة بتاعت المطبخ دي هنظبطها ازاي؟ لازم الطرقة ويعني شرط ولا بد ان هي ما تقلش عن 90 سم. حاول دايما تخلي الطرقات بتاعتك او المسارات الحركة بتاعتك ما تقلش عن 90 سم. حبيت تعملها متر 110 120 ما فيش مشكلة ادام الدنيا تسمح معاك، بس ما تقلش عن 90 سم بأي حال من الأحوال. فاحنا هنخليها 90 سم ازاي؟ ما احنا لا اما نصغر الجزء ده
وده لا يفضل، يا اما نصغر الجزء ده وده هو يعتبر المتاح معانا، يعني اننا ناخد من الحمام ولا ناخد من اوض النوم. طيب احنا لما ناخد من الحمام هيصغر معايا، بس انا عندي الفراغ ده اللي احنا قلنا الفراغ اللي هنا ده انا مش مستغل، فانا ممكن ادخله معايا في الحمام، يبقى انا هصغر عرض الحمام واكبر طوله، فدي هتوازن دي شويه. طيب هنعمل حاجه زي كده ازاي؟ زي ما قلنا هناخد الضلع ده، هناخد جزء من الحمام، هنخلي دي مثلا متر دلوقتي، نشوف الدنيا تبقى معانا عامله ازاي. كده يعتبر الحمام 2 متر 20. 2 متر 20 معقوله جدا، مفيش اي مشكله فيها، ده طول ضلع معقول جدا ومطابق معايا المواصفات، ونقدر نفرشه على الوضع ده. بس معانا ميزه تانية، ان احنا الحمد لله هنقدر ناخد من جزء المهدر ده، نقدر ناخد ندخله معانا في الحمام، يبقى انا دخلت معايا في الحمام، زودت الطول بتاعه وقللت العرض بتاعه، وحليت مشكله الطرقه اللي مدخلاني للمطبخ. وبحيث برضو الطول الكبير بتاع الحمام ده انا لو مش محتاجه كله، ممكن اكبر معايا المنور شويه، بحيث ان المنور برضو انا محتاجه جدا في التهويه، وكل ما يكبر او في امكانيه ان انا اكبره، ده في مصلحه الحياه اللي انا هعيشها في البيت بتاعي. يعني دي حاجه ما تقللش من الشغل بتاعي، بالعكس، ما دام في امكانيه تزود منور زود في المنور، وانت ما عندكش اي مشكله. هنخلي دول مثلا ماشيين مع بعض كده، بحيث ان هم يبقى في تماثل شويه. طيب يبقى احنا كده عندنا حلينا مشكله الحمام والطرقه بتاعه المطبخ، المدخل المطبخ حليناها جزء من المنور، وهكذا. هيفضل لنا المشكله الثانيه اللي كنت قلت لك عليها، ان العرض الطرقه دي 130 كبير بالنسبه لمساحه الارض دي، احنا حابين نقللها شويه، هنخليها برضو متر زي الطرقه اللي قدامها، فبقت متر. يبقى احنا صغرنا في الطرقه اللي انا مش محتاجها اصلا، وكبرنا في الصاله. يعني اول ما صغرت انا في الطرقه الحمد لله كبرت معايا في الصاله. صغرت في النوم شويه، بس مفيش مشكله، كده الطول الكبير بتاع غرفه النوم يعتبر برضو معانا معقول لسه يعني. ممكن نخلي دي 110 برضو، مفيش مشكله، ودي نخليها 110، ودي نكبرها 10 بس، لما هي 3 متر 70 نخليها 3 متر 80. يبقى انا بزود غرف النوم، والطرقة يعتبر لسه محافظة على نفسها اللي هي متر. يبقى الدنيا بدأت توضح معنا واحدة واحدة اهو الحمد لله، والفراغات بدأت، يعني انت بالنظرة كده بشكل عام تحس ان انت مستريح ليها. دخلنا من باب الشقة، لقينا قدامنا صالة معقولة كويسة، هندخل منها على طرقة. الطرقة دي بتوزعني على جزء بتاع الخدمات، حمام، مطبخ، المنور، وجزء تاني وجزء بتاع غرف النوم. تقريبا بنحقق المواصفات اللي احنا اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات كلها، المبادئ العامة الأساسية اللي احنا ملتزمين بيها، اللي هي بتحكمني واللي هي بتقول لي نشتغل ازاي بالظبط. طيب احنا خلاص كده لا احنا في حاجات هنبدأ نضيفها كده واحدة واحدة، بحيث ان احنا نخلص شغلنا ويبقى المشروع متكامل معانا. ايه اللي نقدر نضيفه بعد كده؟ ممكن نضيف الأبواب مثلا بتاعة الفراغات، ولو في فنيات فيها معينة او في حاجة معينة فيها نتكلم فيها برضه. هنيجي على الحمام الفراغ، ممكن نفتح له الباب بتاعه، ممكن نفتحه من هنا، ممكن نفتحه من هنا. ايه الافضل؟ والله من هنا كخصوصيه مش احسن حاجه ان هو مفتوح على الصاله كده على طول، لو في ضيوف ولا اي حاجه هيكونوا جارحين الحمام، فلا احنا لو نشيل الباب ده ونخليه من الطرقه هيكون افضل، بحيث ان احنا نحافظ على الخصوصيه بتاعتنا. طيب ايه تاني؟ المطبخ، يفضل ان المطبخ ما يكونش ليه باب ويتساب مفتوح كده، مفيش اي مشكله، ده شغال معانا تمام. النوم ممكن نحط الباب بتاعها من الناحيه دي، من هنا، او ممكن نحطه من الناحيه دي. الافضل ان احنا نحطه من الناحيه دي لسبب واحد بس، ان هو يكون قريب من الطرقه، ما اضطرش ان انا الف من بعيد خالص عشان ادخل اوضه النوم، لا ده ما فيش حاجه تستدعي كده، لا نخليه دايما في المسار الاقرب. وبرضه اوضه النوم الثانيه نفس الكلام. والاوضه الثالثه يعني طبعا ما عنديش اي مكان تاني متاح معايا غير هو المكان ده، هنحطه هنا. حاجه ملاحظه بس بسيطه في غرفه النوم الثانيه دي، انا عندي طرقه هنا مش مستغله في حاجه يعني الجزء اللي هو قدام الاوضه دي مش مستغل في حاجه، فاحنا في اوضه زي كده في حته فنيه كده بسيطه بنبقى نعملها، احنا بنخلي الحيطه بتاعه الباب في الطرقه، يعني بنستقطع جزء من الطرقه وندخله في الاوضه بالطريقه دي كده مثلا، ونشيل الباب ده خالص مش محتاجينه خلاص. يبقى احنا ونشيل الحيطه دي خالص، يبقى احنا كده خدنا جزء من الطرقه حطينا فيه الزون بتاع الباب، وفي نفس الوقت الاوضه بقت متاحه معانا، وسعنا في المساحه بتاعتها. الفرق بين المكان الباب هنا والمكان الاولاني، ان حضرتك دلوقتي ممكن تفرش زي ما انت عايز في الحته دي، من اول جزء ده تبدا تفرش معاك. انما على الوضع اللي فات، شاف حضرتك الباب واخد جزء من الاوضه قد ايه، انت لو عايز تفرش ولا تعمل اي حاجه هتلاقي الدنيا صغرت معاك.
فلا يعني انا حضرتك دي حاجه فنيه كده بتبقى تعملها، لو مسموح ان انت تعملها حاجه زي كده اعملها وانت مستريح. فاحنا هنخلي الباب الناحيه، يبقى انا بصغر في الطرقه وبدخل جزء منها في اوضه النوم، وبدي لاوضه النوم جزء اعرف استفاد منه في فرش او اعرف استفاد منه في اي حاجه مفيده. طيب ايه برضو ممكن نضيفه معانا؟ اللي نقدر نضيفه معانا في حاجه زي كده ان دايما لما يبقى الصاله في وش الباب بتاع المدخل على طول، في حاجة ممكن نعملها يعني اسمها قطوع أو حاجز كده، ساتر مثلا بتعمله في المكان ده مثلا. الساتر ده ليه وظيفة معينة كخصوصية للشقة بتاعتك، بحيث حضرتك لو عندك ضيوف هنا مثلا والشاشة هنا، لو عندك ركن هنا والشاشة هنا، يبقى الضيوف قاعدين في هنا حائل أو ساتر كده، اللي داخل الشقة أو اللي طالع من باب الشقة ما يجرحش الناس اللي قاعدة هنا ولا الناس اللي تبقى هنا جرح الناس اللي الشقة. وفي نفس الوقت لو احنا عملنا حاجة زي كده ممكن نستفاد بقى ان احنا باب الحمام نرجعه لمكانه المناسب ليه ونحطه هنا. خلاص احنا كده في ساتر، خلاص اللي قاعد هنا مش شايف حاجة في الحمام، وفي نفس الوقت احنا قربنا الباب شوية للصالة، بحيث ان لو في ضيوف ولا حاجة عايزين يستخدموا الحمام الموضوع يبقى بالنسبة لهم أسهل، بدل ما يلفوا اللفة دي ويعدوا على أوض النوم ويدخلوا من جوه هنا، لا أنت كده خلاص هيدخلوا ويطلعوا بسهولة جدا مفيش أي مشكلة. يبقى أنت كده إيه يعني يعتبر وفرت لهم حمام ضيوف من غير ما تعمل حمام ضيوف يعني. الساتر ده ممكن يبقى من الخشب، بارتيشن خشب كده، ممكن يبقى حديد فرفوجيه، ممكن تبقى مكتبة، ممكن يبقى مثلا ساتر 100% أو في فتحات، يعني على حسب التصميم بتاعك تقدر تعمل اللي يريحك. طيب باب الشقة احنا كنا قلنا هنعمله الناحية دي، طب ليه مثلا ما عملناش الباب من الناحية دي؟ والله انت لما تعمله من الناحية دي بيوفر لك ميزة معينة في الجزء ده. الجزء ده حضرتك ممكن تعمل هنا جزامة، تعمل كونسول مدخل، تقدر تعمل مراية، تعمل اي حاجة تقدر تستخدمها في المكان ده، بيوفر لك مساحة كويسة تقدر تستخدمها في كذا فكرة. احسن بكتير لو انت خليت الباب من الناحية دي، المكان ده بيبقى ميت شوية لأنه بيبقى طرقة ومسار حركة، فأنت مش هتعرف تستخدمه كويس. وفي نفس الوقت لو أنت عندك عرض السلم ده، يعني العرض السلم ده كبير والباب ده مثلا هنا، فأنت المكان ده ممكن تعمل فيه سفرة، وده بيبقى أنسب مكان للسفرة في الغالب يعني المكان اللي هنا ده. فبرضه خليه هنا، احنا بنتكلم دلوقتي عن الحسن والأحسن، الكويس والأفضل، ما بنتكلمش عن الصح والغلط، لا دي كلها افكار يعني ممكن حضرتك تستفاد منها زي ما انت عايز بعدين. طيب كده بسرعه عامه الحمد لله يعتبر احنا كده قسمنا بطريقه كويسه، وزعنا الفراغات بطريقه كويسه، ما فيش هدر في اي مساحه، ما فيش حاجه كبيره جدا ولا حاجه صغيره جدا، حققنا الاشتراطات البنائيه المطلوبه، حققنا كفرش يعني بالخبره كده ان شاء الله الدنيا هتبقى في الفرش كويسه، ما فيش اي مشكله في الفرش. عشان برضو الفيديو ما يكونش طويل معانا والناس تتوه مني، فاحنا هنكتفي بكده في الفيديو ده، وان شاء الله نكمل الرحله بتاعتنا في الفيديو الجاي ان شاء الله. طيب هل بما ان احنا حققنا كل الاشتراطات والمبادئ اللي اتكلمنا فيها خلاص كده مفيش اي حاجه هتفرض ان احنا نعدل اي حاجه بعد كده؟ هقول لك لا طبعا، انت عندك في حاجتين اساسيتين ممكن تضطر ان انت تعدل اي فراغ بسببهم. الحاجه الاولى الاعمده، احنا لسه ما حطيناش الاعمده بتاعتنا، ممكن نيجي نحط الاعمده بتاعتنا نضطر ان احنا نوسع حاجه، نصغر حاجه، نحرك حاجه من مكانها عشان الدنيا تبقى مظبوطه معانا. والحاجه الثانيه لابد منها الفرش برضو ممكن غصبا عنك تكتشف ان انت في حاجه فيها مشكله او حاجه مش مناسبه معانا، فاحنا ممكن بسبب الفرش برضو يبقى في تعديلات بسيطه. برضو في حاجه من الحاجات اللي هي لسه ما اتكلمناش عنها، اللي هي البلكونات والابراج. يعني احنا عندنا شارعين احنا لسه لغايه دلوقتي ما عملناش البلكونات بتاعتهم ولا الابراج، وازاي نستفاد منهم وايه افضل طريقه ليهم، ده برضه هنتكلم فيه في الفيديو الجاي ان شاء الله. فعشان كده خليكم متابعين معانا ونشوفكم على خير ان شاء الله، ويا رب تكونوا استفدتوا حاجه معانا، وما تنساش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.